السلام عليكم. النهاردة هنتعلم نعمل حاجة جديدة في الدولاب بتاعنا بخصوص الطرح، عشان خاطر بتعمل لنا كركبة كبيرة جدا. دلوقتي انا فكرت في فكرة ازاي انا اتخلص من الكركبة اللي بتعملها لي الطرح، فعملتها بالشكل ده. اي حد عنده اساتك زي دي، هي توكة اللي هي توك الاستيك، تمام. عنده الطرح بتاعته، انا صنفت الطرح السادة على الناحية دي والطرح المنقوشة في الناحية دي، عشان خاطر لما اجي البس هدومي سهل ان انا الاقي الطرحة اللي انا عايزاها بالشكل اللي انا عايزاه. ادور في الاشكال بسهولة جدا ان انتي تدوري في الشكل اللي انتي عايزاه. يعني لو سحبتيها كده، تمام، اهو سحبناها، سحبتي بتاع ده واحدة اتنين، بصيتي فيهم اهو بالشكل ده، مفيش اي حاجة حصلت. شفتي الطرحة اللي انت عايزاها، هتختاريها تسحبي منها الطرحة، وبعدين لما ترجعي هتهويها وترجعيها مكانها، يا اما لو عايزة تغسليها هتغسليها. وانا صنفتهم بالشكل ده، والطرح اللي هي الكبيرة والتقيلة طبقتها بالشكل ده ورا. يبقى وقسمت الضرفة عندي بالشكل ده. انا جبت ورقة اللي هي ورقة النتيجة اللي هي الكرتونة، وقسمت بيها الضرفة نصين. ممكن تجيبي انتي خشبة، ممكن لو الضرفة عندك صغيرة ومتقسمة يبقى حلو جدا. لان انا جربت كذا حاجة، جربت الشماعات مش نافعة، اللي هو برضو بيقع. جربت الشماعة اللي هي المخرمة بتاعت الطرح، برضو ما نفعتش، والأدراج ما نفعتش. فدي أحسن طريقة انا لقيتها اللي هي ماشيه كويس جدا، فقلت اعمل لكم فيديو عشان خاطر تستفيدوا ويا رب الفكره تعجبكم. السلام عليكم.